السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا عزيزاتي في قناة حلويات أعز الناس في يوم جديد وبشكل جديد. بسم الله على بركة الله. اليوم عزيزاتي كما كتشوفوا معايا جيت نشارك معكم حلوة زمان، حلوة ديال كيكس ديال الماكينة كما كنسميوه كاين بينا. صراحة هذا راه محبوب للجماهير، ما يمكنش شي دار ما تجبرش فيها هاد النوع ديال الحلويات في ايام العيد ومن غير ايام العيد. اليوم عزيزاتي جيت نشارك معكم جميع المراحل. نتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخر وتشجعوني بالاشتراك وجيم وتنسونيش بالتعاليق. بسم الله على بركة الله، نبداو بالعمل. بسم الله على بركة الله نبدأ. عندنا في إناء كنوضع 6 ديال البيضات اللي كنكون خرجتهم من قبل الثلاجة. كنضيف عليهم واحد الزلافة ديال السكر سنيدة كما كتشوفوا معايا عزيزاتي، ونفس القياس زلافة واحدة ديال زيت المائدة كنضيفها على الخليط. من بعد عزيزاتي كما كتشوفوا معايا كنبدا بخلط العناصر اللي وضعتها في اناء ديال العجن كما كتشوفوا معايا عزيزاتي بهذه الطريقه هذه باليد، طريقه سهله. الا تبعتي عزيزاتي المراحل غتحصلي على النتيجه اللي حصلت عليها حتى انا. من بعد ما حركت مزيان العناصر كما كتشوفوا معايا حبيباتي وكنحصل على الشكل هذا، كنضيف عليهم واحد الساشيه ديال الفاني ديال 7 غرام، ومن بعد كنزيد عليها شور ديال الحامضه محكوكه. انا عندي هنايا 2 حامضات حكيتهم، وكنبدا التخليط ديالهم مزيان حتى كيندمجوا. بالنسبه للرائحه عزيزاتي ما نقولكمش عليها، رائحه ديال الحامض مع الفاني كتواتر بزاف مع بعضياتهم، وحتى في الشكل ديالها في اللون ديال الحلوى كيعطينا داك اللون البرتقالي ديال الحامض. كنستمر في التحريك كما كتشوفوا معايا، ومن بعد كنضيف عليهم قياس نص كاس صغير ديال الزنجلان اللي كنت حمرت من قبل. من بعد ما ندمجوا لي مزيان كما كتشوفوا معايا عزيزاتي، فالسكر راه داب والعناصر اندمجوا مزيان. كنضيف عليها واحد الخمره ديال الحلوى حجم صغير، وكنبدا التحريك ديالها مزيان حتى كتندمج لي. من بعد عزيزاتي كنبدا بوضع الدقيق على الخليط ديالي بهذه الطريقه هذه عزيزاتي. الدقيق كما كتشوفوا معايا كنبداو نضغط تدريجيا غير بشويه باش نحافظ على القوام اللي بغيت نحصل عليه. بالنسبه للدقيق فهي خدات لي 750 غرام كما كتشوفوا معايا. يعني هذا بالنسبه لهذا العبار فهو عبار صغير ويمكن لك عزيزاتي تذوب ليه. كنستمر بالاضافه ديال الدقيق مع التحريك الجيد. اما بالنسبه للرائحه عزيزاتي كما كتشوفوا فيها انا ملي وضعت فيها قشور ديال الحامض، الريحه ديال الغزاله بزاف معمره المكان. من بعد ما سالت العجينه ديالي بالتجهيز كما كتشوفوا معايا حبيباتي كيكون هذا الشكل ديالها، وهذا هو القوام ديالها، قوام متماسك وفي نفس الوقت ما كيكونش قاصح بزاف. وكما كتشوفوا معايا حبيباتي كنبدا بتشكيل العجين على شكل كريات او كرات كما كتشوفوا معايا. هاد الطريقه عزيزاتي كتعاونني باش نسالي او نشكل العجينه ديالي دغيا. هاد الطريقه هذه مهمه وهي المرحله مهمه قبل تشكيل الكعك. كنشكلها على شكل كرات
كما كتشوفوا معايا عجينه كامله حتى كنكملها باش من بدا الشغل ديالي ديال تجهيز الكعك كنجبر واجد. وكنصح جميع الاخوات يتبعوا هاد المراحل هادوما. كما كتشوفوا معايا زياتي، فمن بعد ما كملت التجهيز ديال كرات العجين بديت بالتحضير وتشكيل الحلوى ديال الكيكس ديال الماكينه. كما كتشوفوا معايا الكرات اللي شكلتهم ديال العجين كتعاونني باش نكمل العجينه ديالي، وكتعطيني قياس ديال الماكينه شحال غتوجد ديال العجين. كنوضع الكره الاولى في الماكينه ديال الكيكس وكندورها مزيان. من بعد عزاتي كنقطع على حسب القياس اللي بغيت انا. بالنسبه للعجينه دائما القياس ديال العجينه كنقطعوه صغير شويه. من بعد كما كتشوفوا معايا من بعد عزاتي خرجت العجينه ديالي من البوق ديال ماكينه الكيكس. كما كتشوفوا معايا كنبدا تقطيع العجين، ومن بعد عزاتي كنجر شويه العجينه وكنعطيها الطول ونبدا بلفها على الجوانب بهذه الطريقه عزاتي، طريقه سهله. ومن بعد نشكلوا بها كيكيس ديال العيد او كعك العيد. كما شفتوا معايا عزاتي فهي مراحل سهله ونتيجه رائعه. كنستمر تجهيز الكعك. كما كتشوفوا معايا كنخرجوا من البوق ديال الماكينه العجينه، من بعد كنقوم بالتقطيع ديالها وجر العجينه من الجوانب. ومن بعد عزاتي كنعدلوا لها لفه من الجوانب بهذه الطريقه. هذه طريقه سهله. ومن بعد نزلوها في الصينيه ديالنا ونشكلوا بها كيكيسه ديال الحلوى بهذه الطريقه عزاتي. كتجينا الطريقه سهله وعمل منظم، وكنحصلوا على حلوى اللي كيكون الشكل ديالها جميل والمذاق ديالها اجمل. كما العاده عزاتي فدائما كيبقى لنا في الجوانب ديال الصينيه فراغات. كما كتشوفوا معايا فانا شكلت هذا الشكل هذا ديال الحلوى، فقط قطعت من البوق كما كتشوفوا معايا العجين وجريت شويه، ومن بعد لفيت ونزلته في الصينيه كما كتشوفوا عزاتي. فهاد الطريقه هذه وهذا الشكل هذا كيحبوه بزاف الوليدات. من بعد ما انتهيت من تحضير الصينيه ديالي كما كتشوفوا معايا عزاتي غادي ندخلها للفران، ومن بعد غادي نشارك معكم النتيجه من بعد ما خرجت من الفران ان شاء الله. بالنسبه للاخوات اللي اول مره كيزوروا قناه حلويات اعز الناس، طلبا وليس امرا يعملوا لنا اشتراك وجيم، وما ينساوناش التعليق ديالهم ويشاركوا الفيديو مع العائله والاحباب ديالهم باش تعم الفائده. هذا هو الشكل ديال الحلوى ديال كيكس ديال زمان من بعد ما خرجتها من الفران. هذا هو الشكل ديالها وهذا هو اللون ديالها، كيجي اللون غزال لون ذهبي. وبالنسبه للقرمشه ما نقولكمش عليها البنات، كتجي رائعه جدا. كما كتشوف معايا عزيزاتي فالشكل ديالها شكل رائع جدا. يمكنش شي اخت تشوف هذه الحلوى وما تشهاش تاكلها مع كويس ديال اتاي. شاركت معكم حبيباتي جميع المراحل تجهيز ديال بسكويت حلوى ديال الكيكس. كما كتشوفوا معايا عزيزاتي طريقه سهله ومراحل بساط، وغادي نحصلوا على حلوى رائعه جدا. قدمت لكم حبيباتي بسكوي او كيكس الماكينه حلوى الزمان. كما كتشوفوا معايا الشكل ديالها رائع ذهبي، المذاق ديالها المذاق ديال الحامض رائع جدا بالسنجلان. انا متاكده غادي تجربوها وغادي تشاركوها مع الاحباب ديالكم. هذه حلوى الزمان جيت نشاركها معكم اليوم على قناه حلويات اعز الناس. نتمنى تشاركوها مع الاحباب والصحاب، علاش لا.
عشكم مبروكة.